النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وخطير، لازم تتابع الفيديو كويس جدا. حصل مع ناس كتير جدا وحصل تجارب شخصيه. خلينا نتكلم بعد الانترو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح كلكم كويسين. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع في غايه الاهميه. ارجوك اهتم وشير الفيديو ده على قد ما تقدر. الموضوع عن شركات السفر. صاحبنا ظهر قدامه شركه على الفيسبوك، قال له احنا هنسفرك لالمانيا او ايطاليا، مش عايزين نذكر عشان الفيديو ما ياخدش كوبي رايت، وهتاخد باليورو، هتقبض 6000 يورو 5000 يورو 7000 يورو، حسبها بالمصري طلعت 200000 و300000 والدنيا لعبه معاه. وقال لك ايه، انا خلاص كده بقيت ايه، اغنى اغنياء العالم. طب ايه اللي محتاجين نعمل حاجه؟ قال لك احنا مش محتاجين حاجه، احنا ابرياء. هتيجي تعمل انترفيو، وبعد ما تعمل انترفيو تجيب لنا ورقك ونسفرك. تمام. صاحبنا راح عمل الانترفيو وفعلا والشركه موجوده وراح المقر والدنيا جميله. قبل في الانترفيو، جهز ورقه، قال له بس في مشكله. يا حول الله يا رب، ايه يا ابني المشكله؟ قال لك محتاج تدفع مبلغ بقى، تختلف بقى من شركه لاخرى، 10000 15000 20000. يدفع الفلوس هوب بالسلام. طب ليه؟ بقول لك اصل دي كانت رسوم السفر. لو الشركه دي فعلا عايزه تسفرك قول لها حاجه بسيطه خالص قد كده. ايه هي يا عم عبد الرحمن؟ سفرني واخصم كل الفلوس من اول راتب انا هاخده هناك في الدوله اللي انا رايحها. يعني وليكن انا مثلا رايح المانيا، هقبض كام يا عم؟ انت بتقول لي ان انا عقدي وليكن 6000 يورو. وعلى فكره انا نسيت اقول ان هم بيمدوا لك عقد، يعني بيجيبوا عقد فعلا وبيحطوا اسم شركه والدنيا بتبقى تمام، وفي الاخر يطلع ببلح كل الكلام ده ولا فيش. المهم نرجع للنقطه اللي احنا بنقولها. سفرني واول مرتب، يعني مثلا اول راتب انا هاخد مثلا كام، 6000 يورو 5000 يورو 4000 يورو. يا عم اخصم اول شهرين. سفرني واول شهرين هناك امضي لك انا على العقد اللي انا بمضيه ان اول شهر من الراتب يروح للشركه اللي مسفراني. بس الموضوع سهل وبسيط، علشان ما تغامرش وتدفع فلوس في شركه انت ما تعرفهاش. مش معنى كده ان كل الشركات نصابه، انا ما قلتش كده. في شركات موثوقه وبتسفر فعلا، بس اليومين دول الموضوع ده بقى منتشر وخصوصا مع المهندسين. ده فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لحد ما تقدر. سلام.